عسلامة الناس كل مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على موضوع مهم برشا في الديفلوبمون، كيفاش تختار الاركيتكتور المناسبة للبروجي متاعك. برشا عباد وقت اللي تبدا بروجي جديد اول حاجة تخمم فيها الفريم ورك واللونجاج والباز دوني باش تستعملها، اما تنسى حاجة مهمة برشا اللي هي الاركيتكتور. اليوم باش نفهمو شنو هو الاركيتكتور وعلاش مهمة وشنو اشهر الاركيتكتور المستعملة توا. شنو هي الاركيتكتور؟ الاركيتكتور ماهيش حاجة تأثر مباشرة على البرفورمانس متاع الابليكاسيون، يعني ما تأثرش على الابليكاسيون باش تكون سريعة ولا بطيئة، اما هي ستركتور لتنظيم طريقة تقسيم الكود باش الكود يكون سهل ومفهوم وسهل التصليح فيه وسهل التستنج. نفهمو من كلامنا انه كي تكون اند يوزر تستعمل الابليكاسيون ويب ولا موبيل ولا ديسكتوب، ما تنجمش تعرف اصلا شنو هي الاركيتكتور المستعملة. انت تشوف كان الديزاين والبرفورمانس والفيتشرز اللي في الابليكاسيون دي، اما الاركيتكتور كما قلنا يستفادوا بها جوست الديفلوبرات. علاش نحتاجو الاركيتكتور؟ نحتاجها باش نسهلو التيم وورك، كل ديفلوبر يولي ينجم ياخو بارتي معينة، وكي نحبو نبدلو في الكود جوست نبدلو في بارتي معينة، والتيست يولي اسهل، وكي تطلع لنا ايرور في الكونسول والا الترمينال نجم نعرف في انا بارتي لازم نبدل. توا باش نشوفو اشهر الاركيتكتور اللي هما 5. عنا ال MVC، ال MVP، MVVM، MVT، ال MVE. نبداو بالاركيتكتور MVC اللي هي موديل فيو كنترولر، من اكثر الاركيتكتور المستعملة خاصة في الويب. عنا الموديل هو لجيري لي دوني وفيه البزنس لوجيك. عنا لو فيو هو الانترفاس جرافيك ويشيل الدوني فيه. عنا الكنترولر هو اللي يستقبل الاكسيون تاع اليوزر كيما مثلا كليك ويربطها بين الفيو والموديل. الاركيتكتور اللي بعدها ال MVP اللي هي موديل فيو بريزنتر. الموديل يخدم كيما ال MVC بالضبط، هوني الفيو سامبل برشا، عنا افيشي كابتوري لي اكسيون utilisateur اما ما فيش حتى لوجيك. البريزنتر هوني هو الذكي، يخدم كل شيء، يخدم كيما انترميديير انتيليجون بين الفيو والموديل، يعمل اللوجيك والكوميونيكاسيون والابديت متاع اليو اي. الاركيتكتور هذه مستعملة برشا في الاندرويد اما تعتبر قديمة، وفي الابليكاسيون ديسكتوب. الاركيتكتور اللي بعدها اللي هي MVVM موديل فيو موديل. الاركيتكتور مشهورة برشا توا. الموديل هو لو باز دو دوني، والفيو مربوطة اوتوماتيكمون بالفيو موديل بميكانيزم يتسمى داتا بايندينج. هذا مسؤول اذا كان بدلت اي حاجة في الفيو موديل الفيو اوتوماتيكمون يبدل الدوني. الاركيتكتور هذه مستعملة سورتو في الفريمورك ويب مودرن كيما الانجولار وفيو جو اس، وزادا نخدمو بها الابليكاسيون ديسكتوب كيما WPF اللي هي اختصار الويندوز بريزنتيشن فاونديشن. هي تكنولوجيا عملتها مايكروسوفت باش نجمو نعملو بها ابليكاسيون ديسكتوب تخدم على الويندوز. وزادا في برشا ابليكاسيون موبيل كيما نلقاوها في الفلاتر وغيره. الاركيتكتور الرابعة اللي هي MVT Model View Template، هي اركيتكتور خاصة بالفريمورك جانكو. دونك الموديل فيه ستركتور متاع الباز دو دوني، والفيو فيه تختار شنية الداتا اللي تتبعت للوجيك، والتمبليت فيها HTML اكاهو، دونك هو الفيو اكاهو. الاركيتكتور الاخرانية اللي هي MVE Model View Intent، هي اركيتكتور جديدة نسبيا خاصة في الاندرويد جدد، مستعملة اكثر في الكوتلين ولا حتى نلقاوها في الجافا اندرويد. الفكرة متاعها انه الانتنت هي الاكسيون متاع اليوتيليزاتور، كما نعرفو في الاندرويد نيتف الانتنت هي الاكسيون اللي تصير والا خلينا نقولوا النافيغاسيون اللي تصير من انترفاس لانترفاس. عندنا الموديل اللي هي ستيت متاع الابليكاسيون، والفيو هي باش تفيشي ستيت هذيك. دونك هذه اركيتكتور موجهة اكثر للابليكاسيونات الكبار. الخلاصة مفهوماش اركيتكتور احسن من الاخرى، كل واحدة عندها الكونتكست واليوز كيس متاعها والتيب تاع بروجي. المهم تختار اركيتكتور مناسبة للتاي دو بروجي والتكنولوجيا اللي باش تستعملها. هوني وصلنا لاخر الفيديو. اذا كان تحب نحكيو على اركيتكتور ديتايي اكثر والا على الكلين اركيتكتور جست قولونا في الكومنتير.